قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الرضا على عيونكم. النهارده فيديو جديد معاكم، وتنسوش اللايك والاشتراك، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. هنبدأ النهارده بقى. قلت نغسل مع بعض المواعين. احنا يومنا كله مواعين وشغل، مواعين وشغل، مواعين وطبيخ وغسيل ومواعين، ما ورناش حاجه غير الكلام ده كله. آه ربنا يعيننا ويقوينا ويعين كل واحد على حاله يا رب. ويا رب تكونوا اتفرجتوا على الفيديوهات اللي فاتت، وتعملوا لنا لايك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس. واهم حاجه، اهم حاجه قبل الفيديو وقبل الكلام اللي انا قلته ده كله، تصلوا على النبي. عشان ايه؟ صلاة النبي بتفك الكرب وتشيل الهم وبتزيد البيت بركه. ونستغفر ربنا على الصبح كده يا جماعه، ونهاركم زي الفل. اللهم صل على النبي، اللهم بارك، اللهم بارك. استغفر الله العلي العظيم. النهارده يومنا كان خفيف كده وسريع. هنغسل المواعين وهنطبخ شوية صينية بطاطس كده بالفراخ. بس وانا بغسل المواعين هتلاقي النور قطع. وراح اما النور جه بقى، رحت انا مكملة بقية الفيديو. يعني لو لقيته ضلمة دلوقتي محدش يخاف. اهو. دي كده بتاع كان لازق. مش عارفة كان قشر بطيخ ولا ايه، كان لازق مكانش راضي يطلع، قلت اما اعمله بالمعلقة كده. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. قولوا لي يا جماعة قولوا لي يا جماعة كده، مين بتصحى من النوم زي كده بتقعد محتارة وحاطة ايدها على خدها تطبخ ايه؟ انا بصحى من النوم بفضل ساعة كده ولا نص ساعة كده عما استوعب، وبعد كده اقول هنطبخ ايه. كل يوم حرك كل يوم. المهم رست النهاردة على صينية البطاطس ديت. جبت الكبة بتاعتي، حطيت فيها كام فص توم، والتتبيلة بتاعتنا الشعرية بتاعت الفراخ. توم وبصل وفلفل وطماطمايه وشوية ملح شوية كمون. عايزة بقى تحط بهارات فراخ، عايزة تحط كاري كركم، اللي انت عايزة تحطيه في التتبيلة دي حطيه. ضربتها في الكبة وجيت ومسكت الفراخ، انا كنت غسلاها ونقعاها، صفتها وجيت تادي الدقة دي، حطيت ايه بين الجلد كده. هي كانت الفراخ ديت اكتريتها كانت اوراق. يعني هما كانوا بواقي فرختين، حطيتهم على بعض واشتريت عليهم نص كيلو وراك، وكملت الأكلة بتاعت النهاردة. يكفونا إن شاء الله النهاردة وبكرة. فحطيت التتبيلة هركنها بس على جنب شوية كده، عم أقطع البطاطس وأضرب الطماطم وأعمل البصل اللي قدامنا ديت لصينية البطاطس إن شاء الله. متنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي. هنا هو رحت غسلت الكبة بتاعتي وجيت مسكت الطماطم هضربها. والله أنا عندي خلاط يا جماعة، بس اللي هو له فيشة الفيشة بتاعته 3. والله بكسل كل ما اخرج اكسل اجيب مشترك بنسى. فبشتغل بقى كل شغلي بالكبة دي. ف هي بتضرب الطماطم برضه، بس أنا بحب يعني بتبقى فيها تفل كتير، لكن الخلاط بيضرب جامد شوية عن الكب. هنا هو تقشرت البطاطس، اقشرها برضه اجهز حاجتي كلها عشان اروح ايه على البوتاجاز مرة واحدة. انا بصيت للكاميرا حسيت ان يعني الصورة ممكن ما تكونش جاية، رحت متاخرة الطبق. انت رايحة فين تعالي؟ انا هصفي الطماطم ديت دلوقتي عشان لقيت فيها تفل كتير، والكبة مش هضربها اكتر من كده. اهو. انا صفيتها وهجيبها دلوقتي. الصينية ديت جبتها، لقيت ما شاء الله قطع الفراخ الصينية دي صغيرة عليها. فبعد ما حطيت الزيت وحطيت كام حتة فرخة لقيتها صغيرة. قلت لا ما بدهاش بقى، معلش اتركني انت كده في جنب. ورحت جايبة واحدة تانية اكبر منها ورحت حاطة فيها الفراخ.
اهو. بعد ما حطيت الحتتين تلاتة دول لقيت نفسي ببص كده، قلت لا لا الموضوع كده مش ببص في الطبق اهو، لقيت لا، قلت لا ما بدهاش بقى. رحت راجعة تاني، رحت جايبة الكبيرة منتخرة الصينية، رحت جايبة التانية هسيبها تسخن، روح حاطة في الديزل تاني، هسيبها تسخن شوية اهوت، واروح جايبة ايه الفراخ التانية اللي في الصينية، واكمل بقى بقية الصينية بدي. متنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك، ومعلش لو بزن عليكم في اللايك والاشتراك كتير، وتصلوا على النبي. اهم حاجة قبل اللايك والاشتراك تصلوا على النبي، طول ما احنا قاعدين يا جماعة نصلي على النبي، على ايدينا، على سبحة، على السبحة الالكترونية، السبحة العادية بتاعتنا. اه. هنا اهوت رحت مرجعاهم تاني، ورحت مكملة هنا. مهم. هنلاقي فيها فراخ كبيرة وفراخ صغيرة، لان انا قلت زي ما قلت لكم كده، دي كانت بواقف فراخ، ودي كانت بواقف فراخ. هنا احط بقى تتبيلتي، يعني ببدل الفراخ الاول كده شوية في الصدمة في الاول، واجيب الطماطم بعد ما صفيتها في حلة صغيرة كده، جيت اوطي طفيت، اروح نقلة اروح جايبة بقى الطماطم بعد ما صفيتها في حلة صغيرة كده عندي، حطها على العين اللي في الجنب دي دلوقتي، تاخد غلوة، والفراخ كده كمان هتكون خدت صدمة، وهقلبها اليمة التانية، يبقى كله ايه، خد يعني ايه، كل حاجة خدت غلوة كده في الاول. هناك الحلة الصغيرة دي اللي كان فيها الطماطم اللي احنا ضربناها سوا اهو. شوف الطماطم الفراخ خدت لون حلو ازاي. عايزة اسيبها اكتر من كده كمان سيبيها، بس انا لسه عشان كمان احطها على الفرن، في الفرن تحت الشواية كده، كل حاجة عمالة تجري، الرجل مش عاجبها. والبطاطا ما كانش عاجبها. المهم اروح بعد دي كله، اروح واخداها حطها تحت الشواية في الفرن، مش هتقعد 10 دقايق، بس دي في الاخر اهو. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، الفراخ دي هتكفينا يومين مش يوم واحد، يعني قلت اطبخ الاكل على يومين. انا كنت مستربعة وبعمل باستعجال، خايفة النور يقطع. هنا هو دي بصلاية قطعتها رفيع كده، وطلعت اهوت هرسة التوم. انا امبارح كنت بقول لكم لا، بكسل، لا ده كانت على عصارة الليمون. وهنا جبت شوية ملح وشوية فلفل اسمر، افضل ادعك فيهم بقى كده جامد لحد ما البصلة دي تنزل ميتها اهو. هحطهم دلوقتي اهو، بس هشيل الفراخ الاول، هجيب الصينية اللي انا كنت حاطة عليها، اللي انا كنت حطيت فيها الاول وكانت طلعت صغيرة. هنا مستربعة خايفة النور يقطع، وعمالة اصور واجري بسرعة، خلاص الوقت النور قرب يقطع، وعايزة اصورها لكم، ومستربعة وعمال ادور حتى على المعلقة، مش مركزة، عمالة اجري حوالين نفسي خايفة النور يقطع، وما اعرفش اكمل لكم بقية الوصف. يعني مش وصفة قوي، يعني عادي، الناس كتير بتعملها، والناس بتعرف تعملها احسن مني كمان. هنا جبت البطاطس اهي، اديها لفة بس اللي نزل من الفراخ طبعا مش هرميه اه. واروح حاطه البصلايه ده اهي بشويه الفلفل الاسمر، يا سلام بقى، ادوم لفه برضو كده على السريع. اروح جايبه الطماطم، المفروض كنت حطيت الفراخ بقى ودلقت الطماطم عليه، بس زي ما قلت لكم انا كنت مستربعه، بس هو دلوقتي كل حاجه تخش في بعضها اهو. اروح جايبه دلوقتي الفراخ بقى رصاها، حطيت شويه ملح للبطاطس لان انا ما كنتش حاطه لها، وشويه كركم، عايزه تحط كمون، عايزه تحط اي بهارات تانية حط. ما توقفيش نفسك على اكله، وتوقفي نفسك على ما توقفيش نفسك قصدي على بهارات، وتوقفي نفسك على اي حاجه في الاكل. مهم. هنا عمال ارص في الحاجه اهو،
ومستربعة عمالة اجري حوالين نفسي، بس الحمد لله النور ما قطعش. النور قطع بس ساعة المواعين وانا بغسل المواعين، بس كنت خايفة يقطع تاني. مم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم بارك. صلى على النبي، لايك والاشتراك. معلش كنت بزن برضو كتير وبعده كتير في الفيديو. لا، انا رجعت هنا لقيت شوية طماطم، قلت لهم يلا تعالى حطوك على الفراخ. كنت زعلانة ان انا دلقتهم في الاول قبل ما ادلهم على الفراخ. الحلة دي حطيت فيها الطماطم من غير زيت ومن غير اي حاجة، انا صفتها بس على طول كده ورحت حطاها. خدت غلوة واحدة بس، عشان زي ما قلنا الفراخ خدت صدمة كده. هنا اهوت بقولكوا اللي انا علقت على الرز كمان بالمرة، والفراخ عمالة تكتك وتشكشك مع بعضها. بلف الصينية عشان الصينية دي كبيرة على العين، يعني العين كلها مركزة في النص. والاحراف خفت ايه برضو النار ما كنتش توصل لها. اه، هنا بتك اشوف لسه فيها سوائل من جوه او فيها دم لا قدر الله او حاجه. عماله الف فيه. هنا علقت على الرز كمان، هوبا النور قطع. هنا خلاص اهو طبخت وراكل الفراخ بعد ما